القراءة يا جماعة مش مجرد هواية. القراءة هو فعل تمرد تمرد على الواقع، وثورة على الواقع. لأن أغلب الناس لا تقرأ، وأغلب القراء لا يفهمون، وأغلب الذين يفهمون لا يطبقون، وأغلب المطبقون لا يطبقون بنسبة 100%. شوف الفلترة دي، فلترة عميقة جدا. فالقراءة أكتر من إنها مجرد هواية. القراءة ليست هواية، بل هي عملية تحويل كلمات على الصفحة إلى معلومات عميقة في المخ. القراية فعليا بتحفر في المخ. هي أكثر من مجرد تلقي نظري للمعلومات، هي عملية وهي طريقة للتفكير والرؤية وتفسير العالم وتغيير العالم. تفسير العالم بتفسره بشكل معين أنت بتقرأ منه، وكمان تغيير العالم. وخلي بالك القراءة بتغيرك من الداخل. القراءة بتغيرك من جوه. لما بتقعد تقرا وتتلقى معلومات، انت غصب عنك التركيبة النفسية بتاعتك بتتغير، شكلك بيتغير. حتى انا قريت مقالة غريبة جدا لمالك بن نبي. مالك بن نبي بيقول لك ان الاشخاص اللي هم كانوا بدو، او الاشخاص اللي جايين من الصحراء، الجزائريين اللي كانوا جايين. مالك بن نبي ده مفكر جزائري. فمالك بن نبي بيقول لك ان الاشخاص اللي كانوا هم جايين بدو او من الصحراء او كده، يعني باين على ملامحهم ملامح البداوه، ملامح كده الايه اللي هو الشده والبداوه. اول ما اتعلموا القراءه والكتابه، قال لك انا بيني وبين نفسي عقلي ومخي بيترجم شكلهم على ان هم اشخاص متعلمين جنتلمان. بص شوف، القراءه وفقط فكرته عنهم، فكره مالك بن نبي عن الاشخاص دول البدو في الصحراء دول، اللي هم يظهر عليهم مظهر البداوة والوحشية. الوحشية بين قوسين يعني شدة الصحراء وكده. حتى هم في مصطلح في الجزائر في كرة القدم بيشبهوا، او كل منتخب ليه في ليه ايه ليه تشبيه معين او ليه لقب معين. فبيقول لك ان منتخب الجزائر منتخب محاربي الصحراء. قال لك الاشخاص دول، مالك بن نبي بيقول لك ان الاشخاص دول جايين من الصحراء دول، تحس ان هم عندهم ملامح وحشيه. اول فقط ما اتعلموا القراءه والكتابه، وبعد كده مالك بن نبي قابلهم تاني بعد مرور فتره معينه من اول لقاء. اللقاء التاني قابلهم، قال لك الملامح الوحشيه اللي كانت على وشهم دول، الملامح دي مش، يعني الملامح الوحشيه دي راحت. اصبحوا اكثر لطافه، اكثر هدوء، اكثر رزانه. بقوا بمعنى صح باللغه الدارجه بتاعتنا، اللغه البلدي بتاعتنا كده، جنتلمان، يعني ناس جنتل، شباب ورجاله جنتل. لا هم همج ولا وحشيين، ولا اشخاص عندهم من الجلفه والغلظه. لا، اصبحوا تحولوا من الصحراويه والبداوه الى المدنيه بمعنى صح. دي فكره القراءه. القراءه مش مجرد عمليه تحويل كلمات على الصفحه الى معلومات. ليه بقى؟ هي طريقه تفكير ورؤيه وتغيير للعالم وتفسير للعالم. دي وجهه نظر. وهي بتغيرك من جوه لبره، يعني من جوه بتلعب فيك وبتغيرك. وده بشكل عام منعكس جدا على فكره ان احنا بشكل عام لما بنيجي نقرا بنستكشف افكار جديده وبنتحدى معتقداتنا. يعني معتقداتنا وافكارنا اللي احنا متمسكين بيها بتتهز كده، عامله زلزال. اي زلزال في الدنيا بيهز وبيعمل لخلخه في اي مبنى واقف وراسخ. اي مبنى مهما يظهر لك هو شامخ وراسخ، اي زلزال في الدنيا بيأثر على المبنى ده، حتى لو ما وقعش المبنى ده في الاخر بعد الزلزال، ولكن اكيد اثر عليه حتى لو بايه، عمل شقوق بسيطه في الايه، في الاساسات او في الحيطان ايا يكن. نفس الكلام بالنسبه للقرايه. القرايه بتختبر معتقداتك. في عندك قصص تاريخيه حقيقيه، يعني انت لو بحثت في التاريخ كده، قريت في التاريخ، خدت لك بصه بسيطه كده في التاريخ، هتلاقي ان ابن رشد، الفيلسوف الذي قرأ العالم، فيلسوف ابن رشد متوفي سنة 1198 ميلادية. 1198 كان عايش في الأندلس. فيلسوف والطبيب الأندلسي ابن رشد، هو كان طبيب برضه. بيقول لك إن هو لم يتوقف عند قراءة كتب الفلسفة اليونانية، لا، كان بيقرأ كل حاجة. كان فعليا بيقرأ أي حاجة إيديه تقع عليها.
فكمان غير ان هو قرا الكتب اليونانيه، كمان ترجمها، يعني ترجمها الى اللغه العربيه ودرسها كمان، يعني مش فقط قراها، ترجمها ودرسها في بقى الجامعات ساعتها اللي كانت موجوده وهكذا، او الاماكن اللي كان يتم فيها التدريس والتعليم وهكذا. ف وكتير من الناس ساعتها اللي كانوا معاصرين لابن رشد، هو ابن رشد كان مؤمن بعمليه الايه، العقلنه، عقلنه الدين، ان الدين يكون فيه عقلنه، يكون دين عقلاني اكتر منه دين يمتاز بالنقل والنسخ العمياني او بكامل الاسلام. فدي فكره. فالكتاب بيقول لك ان الكتاب ليه ربنا، يعني ابن رشد شايف ان الكتاب ليه ربنا نزل القران على هيئه كتاب، عشان الكتاب ده اسمى درجات التعليم، اسمى درجات في التعلم. الكتاب اللي انت ماسكه ورق، اللي هو عباره عن ورق معين مرصوص مرتب بشكل معين بهيئه معينه وهكذا. الكتاب ليه ربنا نزله على هيئه كتاب؟ ليه ربنا نزل كلامه الجميل وكلامه العميق وكلامه اللي هو الالهي، الكلام الالهي، نزله على هيئه كتاب؟ لان الكتاب افضل وسيله ممكنه للتعلم، افضل وسيله ممكنه لتعلم اي حاجه هي الكتاب. طبعا انا بضيف بعد كده بقول لك ان اضافه من عندي ان انا بقرا مقالات مش كتب. انا وقفت قرايه كتب، ما بحبش قرايه الكتب، بس زي ممكن اعمل لهم فيديو مخصوص خاص بالموضوع ده يعني. فمهم ابن رشد شايف ان الكتاب افضل شكل من اشكال التعلم، وجي بقى الشكل اللي هو المحدث عنها والحديث عنها والمقالات، المقالات. فده كان ابن رشد. فالقراءة دي هو شايف ان القراءة مش طرف، لا دي ثورة فكرية وحاجة واجبة عليك، فرض عليك، لان اصلا القرايه دي هي اللي عملت الثوره الفكريه في اوروبا دي كلها، هي اللي عملت التقدم الرهيب في اوروبا ده كلها، كان اساسه القراءه، اختراع الاله الطبعه، وابتدت بقى الكتب تتناول من كل ارجاء اوروبا، بقى كل الاشخاص عندهم كتب في بيتهم، ابتدوا يقروا ويتعلموا. الثوره اللي حصلت في اوروبا دي كلها سببها القراءه، معروف. وده اللي عمل بعد كده عصر النهضه، بعد كده عصر التنوير، بعد كده عصر الحداثه وما بعد الحداثه الى اخره.